اهلا بيكم كلكم. والحقيقه انا موضوع اكسبريس تو امبريس ده انا ليه مهتميه بيه؟ انا مهتميه بيه لان كل حاجه في الكون عباره عن علاقات، اتصالات وكونكشن. طول الوقت في ارتباط ما بيننا وما بين كل حاجه في الحياه، واي ارتباط او اي اتصال بيتم عن طريق التعبير بانواعه كلها: التعبير الجسدي، التعبير اللفظي، والتعبير الحسي. عشان في ناس كتير جدا مش بتنتبه للتعبير الحسي يا جماعه، وهنفصص كل حاجه، لان مهم نبقى عارفين نمط شخصيتنا ايه وهيتوافق معاه جوده في اي نوع من انواع التعبير. لان انا ما ينفعش ابقى شخص انتروفيرت او كلامي قليل واجي اقول للواحد انت محتاج تقعد تتصل باللي قدامك بقى وتعبر وتتكلم وتقول، انت كده بتطلب منه حاجه وما يقدرش عليها. لكن لما انا اكون عارفه اولا نمط شخصيتي ايه، ودي حاجه طبعا هطلبها منكم في الام بي تي اي لجاسم الهارون، يعني من اكتر الحاجات الدقيقه الى حد كبير، هو 36 سؤال هنجاوب عليهم. هتجاوب عليهم مره انا بعمل ايه حاليا، والمره اللي بعدها انا احب اعمل ايه في المواقف اللي هم بيقولوا لنا عليها. تمام؟ دي حاجه كده وهنركنها على جنب. ماشي؟ طيب نيجي بقى للجزئيه المهمه. الجزئيه المهمه بتاعت هو انا ليه محتاجه اعبر؟ انا بحتاج اعبر عشان اعرف اوصل للي قدامي انا فعلا محتاجه ايه منه. طيب اول نوع من انواع التعبير ايه؟ تعبير ما بيني وما بين نفسي. واللي بيفقد التعبير ما بينه وما بين نفسه بيقع في مشكله كبيره جدا. يعني انا دلوقتي حاسه بشعور مش عارفه اعبر عنه، مش عارفه اسميه، مش عارفه افهم حالتي ايه دلوقتي، ودي اكبر مشكله احنا بنواجهها. ولما بيحصل المشكله دي بنبقى مش عارفين حتى نتكلم مع اللي حوالينا، وعدم قدرتنا على الكلام مع اللي حوالينا بيخليهم اصلا مش عارفين يفهمونا اكتر، فبنقع في مشاكل اكبر. انا اتمنى بس ان المجموعه اللي موجوده مياده مش عارفه عرفت تخش ولا لسه. المهم انا النهارده فعلا كان نفسي كلنا نكون موجودين من الاول عشان ما فيش حد يفقد اي حاجه، بس ان شاء الله التسجيل اعرف اوصله لكم برضه. احنا جزئيه عدم التعبير يا جماعه ليها شقين. الشق الاولاني ان حد بيعبر بكثافه لدرجه ان هو اصلا ممكن يكون مش فاهم نص اللي هو بيعبر عنه ده ايه، او شخص مش عارف يعبر خالص، او قدرته على التعبير ضعيفه. تمام؟ ففي الاخر برضه هو لا عارف يفهم نفسه ولا عارف يفهم اللي حواليه المشكله فين. الاثنين ليهم مشكله اساسيه، هي صدمه عدم امان. برضه انا اتحطيت في موقف ما حسيتش بامان في التعبير، حصل سخريه او تريقه من حد، فقررت ان انا مش عاوزه اعبر تاني، مش عاوزه اتكلم عشان مش عاوزه اسمع لا نقد ولا اسمع اي حد يقول لي اي حاجه ما تعجبنيش. تمام؟ او انا اتحطيت في موقف ومن كتر ما انا عاوزه احمي نفسي وامني فضلت اتكلم عشان احس ان انا عماله بخرج كل اللي جوايا لعل وعسى اللي قدامي يفهمني. وفي كلا الحالتين في مشكله. لو انا ما بعرفش اوقف اني اتكلم او اني مش قادره اتكلم، هيأدوا بيا لنفس النتيجه، ان انا في الاخر هفقد حاجات كتيره من التواصل ما بيني وبين من حولي. يبقى انا نمره واحد مهم افهم نمط شخصيتي ايه. هل انا اصلا شخص انطوائي ولا انا شخص بتاع ناس واكستروفيرت وبحب ان انا اخرج للعلن، وموضوع السهوله في اني اعرف اعبر عن نفسي دي تمام معايا ولا لا. وساعات بيبقى الشخص الاكستروفيرت عنده سرعه في التعبير، ودي برضو نقطه محتاجه تهدى وتتسع. فزي ما اتفقنا ان احنا في كلا الحالتين محتاجين نعرف نتزن. مش عارفه اعبر، اقدر بعبر زياده، اهدى شويه. طيب تعالوا نمسك اول حاجه، هو انا ليه بعبر كتير واتكلم كتير وابقى عندي سرعه في الحوار وابقى كل الافكار بتتدفق مره واحده، واعمل ايه عشان ده يهدى معايا؟ انا بيبقى عندي ده
لان انا بحس ساعات ان اللي قدامي مش سامعني، مش فاهمني. عايزه اوصل رسالتي، عايزه اوصل كل الافكار والمعلومات اللي جوه دماغي، لعل وعسى اللي قدامي يبدا يستوعب انا عاوزه اقول له ايه. المشكله هنا ان من كتر تدفق الافكار ساعات ما بتبقاش مترتبه بطريقه مريحه للي قدامك اصلا عشان يفهمها. والشخص اللي بيعمل ده من وجهه نظري شخص مش قادر يقعد مع نفسه ولو 10 دقايق، 5 دقايق، بلاش 10، 5 دقايق، يسأل نفسه هو أنا عاوز أتكلم دلوقتي ليه؟ هو أنا عاوز أعبر عن المشكلة دي بالصورة دي دلوقتي ليه؟ هو أنا هستفيد إيه لما أعبر للشخص ده دلوقتي وبسرعة وبالصورة اللي أنا بعملها دي؟ فبالنسبة للأشخاص، وده ممكن يا جماعة تكتبوه في الورقة والقلم اللي احنا اتفقنا عليهم، أنا محتاجة أعبر ليه؟ هل أنا قدرت واحترمت شعوري في اللحظة اللي أنا عاوزة أجري أتكلم وأعبر فيها، وعرفت أحتوي شعوري واحتوي الوضع اللي أنا فيه قبل ما أروح أعبر للي قدامي؟ دي أسئلة مهمة جدا نسألها لنفسنا، وبعدين نبدأ نتنفس كأننا بناخد نفس وبنخرج معظم الأفكار المتدفقة في الزفير. أكني بطلب من عقلي اهدى شوية عشان أعرف أرتب أفكاري وأعرف إيه اللي أنا محتاجة أقوله وإيه اللي أنا مش محتاجة أقوله. طيب، تمرين تاني مهم جدا للي بيتكلم كتير وبسرعة. هنحط لساننا في سقف حلقنا ونقفل شفايفنا بصوا انا عملت ايه؟ انا اكني في صوت عاوز يطلع بس انا باخده وبأهديه وبوطيه وببدا اخلي استقبالي لخروج الكلام مني في وضع اهدى شويه. لساني في سقف حلقي، لو قادرين حتى تعملوا التمرين ده معايا دلوقتي اعملوه. لساني في سقف حلقي وابدا اهدي التون واهدى. طب الشخص التاني بقى اللي مش عارف يعبر، مهم جدا يعرف ايه الوسيله الاسهل عليه في التعبير. هل الكتابه؟ هل النظره؟ هل التعبيرات بتاعت الوش، الفيشيال اكسبريشنز؟ هل اللمس؟ ايه اكتر طريقه يقدر يعبر بيها عن اللي هو حاسه؟ بس في نقطه مهمه، هو مهم برضو يتزن ويعرف يخرج صوته. فاول حاجه محتاج يعرف هو بيقدر يعبر عن ايه. ونمره 2 بقى يقعد كده في مكان لوحده، ان شاء الله يجيب مخده مش مشكله، يعني اتصرفوا بس تكونوا في مكان تبقوا عارفين مش هيبقى فيه ازعاج لحد. ونبدا نخرج الصوت من الحنجره. اولا بخروج جزء كبير من كثافه المشاعر بتهدى. الجزء الثاني بنبدا صوتنا يقدر يطلع. التدريب على خروج الصوت مهم. كلكم حاولوا كده اعملوا معايا ده، ولو انتوا قاعدين في مكان معلش يعني قولوا لهم احنا عندنا محاضره عجيبه شويه مش مشكله، ونبدا كده نخرج الصوت. وشوفوا كده حاسين بايه. كل يوم يا جماعه الكون كله بيعبر عن نفسه بشتى الطرق، بيعبر عن نفسه بكل الطرق. بيعبر عن نفسه بالصوت، بالصورة، بالألوان، بالفصول، بالنهار، بالليل. بيعبر بكل الوسائل. تعالوا نتعلم منه. طيب تعالوا نتعلم نعبر عن نفسنا من خلال الكون بيعبر عن نفسه ازاي. الخريف بيجي بتلاقي الدنيا، الشجر بيقع، في هواء، في نسمة لطيفة، الدنيا جميلة. ومهم نتعلم المرونة ما بين التنقل في الأحوال.
يعني انا ما ينفعش اكون، لو انا عاوزه فعلا اوصل لمرحله اتزان، ما ينفعش اكون بتكلم على طول او ساكته على طول، او تون صوتي حتى في الكلام على وتيره واحده. التدريب على مخارج الصوت مهمه جدا. لما بيجي الشتاء بيحصل الناس بتبدا تخش وتكن. مهم اعرف امتى محتاجه كن واتقوقع على نفسي عشان ابدا ادرك مشاعري اللي انا اصلا عايزه اعبر عنها. نهال حبيبتي معلش ممكن نعمل ميوت من عندك يا جميله؟ تمام. مهم ابقى عارفه ان اول ما يجي الربيع انا خلاص عرفت امتص مشاعري، عرفت اشوف ايه المشاعر عماله بتقع مني، والريح اللي جايه كده بتاخد الورق ده وبتسقطه. بدات افهمها واتقوقع واخش جوه نفسي شويه شويه. بعدين الربيع بيجي علشان ابدا اعبر واخرج. انا فعلا يا جماعه كنت متضايقه من الموقف الفلاني، انا زعلت من الموقف الفلاني، انا محتاجه من اللي قدامي 1 2 3 واعرف اعبر عنها باريحيه. بس ده امتى؟ لما فهمت اللي حصل لي، لما قعدت مع نفسي وبدات اكتب في ورقه وقلم انا ايه اللي بيحصل لي ده، وانا ليه بحس بكده، وايه اللي مزعلني في ده، وبعدين ابدا اخرج اعبر. نيجي الصيف بيحصل فيه عمليه انطلاقه، والناس بتنفتح وتجري على البحر وتجري تصيف وتجري تتفسح، حتى لو الجو حر برضه بيجروا يعملوا كده. في الحاله دي ايه اللي بيحصل لنا بقى؟ انت اكنك كده خدت كل اللي انت استوعبته خلال الفصول المختلفه للحركه اللي حصلت لك في مشاعرك وافكارك، وبدات تخرج تنطلق للناس. احب اشارككم حاجه كده بسيطه. انا ليا جاره هنا عندي، هي صديقه لينا من زمان. انا ما اعرفش انها فاكراني بالصوره بتاعت ايمان. هو انت عملتي ايه؟ ايمان انت كنت بتقعدي في كورنر ساكته. قلت لها انا بقعد في كورنر ساكته ازاي يعني؟ ده انا عندها بربنت بتكلم على طول اهو. قالت لي لا بجد اللي انت عملتيه انا مش فاهمه انت عملتي ايه. وبدات احكي لها. فطبعا لما بدات احكي لها فوجئت بالرحله اللي انا مريت بيها. اولا اجهاد وتعب، ثانيا انغلاق وتقوقع على نفسي شويه لحد ما عرفت اخرج واخرج بره الشرنقه، ثم كان الانطلاق. فمهم قوي قوي ان احنا ندرك احنا في انهي مرحله دلوقتي. هنفصص الموضوع يا جماعه حته حته، وبعد كده هناخد كل الاسئله اللي انتوا عاوزينها. فبعد اذنكم في الورقه والقلم اكتبوا كل الاسئله اللي انتوا عاوزينها، وانا هسيب وقت كويس جدا ان شاء الله للاسئله. اوكي؟ وزي ما اتفقنا للناس اللي لسه داخله، انا المهم ان انا اعرف امتى هكتم صوتي لما يهدى، وامتى افتح صوتي ويطلعه واعرف اخرجه. انا لما بكون في لحظه حصل فيها موقف فيه تريقه، مقارنه، سخريه، حكم اتحكم عليا، ببدا اخد استراتيجيات حمايه معينه. استراتيجيه الحمايه بتخليني اختار سلوك معين اعمله وافضل بعمله بوعي في الاول، وبعد كده بيكون بدون وعي، وبعد كده بفاجئ هو انا بعمل كده ليه؟ هو انا ليه لما الموقف خلص وقعدت ما هو انا عارفه اتصرف اهو، طب ما انا كنت عارفه اعبر اهو. وتقعد كده مع نفسك بعد الموقف يخلص تلاقيك عادي، الدنيا تمام وانت عارف تعبر وكله زي الفل. طب ايه اللي خلاني ما اعبرش في اللحظه دي؟ نمره 1 خايفه من الحكم اللي قدامي عليا. طيب هو اللي قدامي هيحكم عليا ليه؟ هيقول لي ايه؟ ايه الهبل اللي بتقوليه ده؟ ايه التخلف ده؟ ايه العبط ده؟ طب حلو قوي. انا عبيطه بقى وهبله ومتخلفه، مش مشكله، مش مشكله، انا بقى اتصالح مع كل ده حتى لو في هبل. ايه المشكله؟ حتى لو في عبط ايه المشكله؟ ما انا لو ما احترمتش مشاعر العبط اللي جوايا هتكبر جوايا وتبقى عامله زي الوحش هيطلع يفترسني في وقت ما. فانا استفدت ايه؟ اول ما بنتصالح مع كل
الاحكام اللي جوانا او معظمها طبعا، ان دي رحله، بتلاقيك عارف تعبر براحتك، ما انتش قلقان من اي حاجه. تمام. ثانيه واحده يا جماعه عشان ارجع بس للناس اللي على الجروب. اقول لهم بس احنا على تليجرام. تمام. فانا النهارده لو انا في يوم من الايام شفت حد قدامي قلت عليه ايه ده، هو ماله بيتكلم كده ليه؟ هنا بقى بتيجي المشكله اللي بتبين لك جواك الانعكاس اللي جواك. انت في يوم من الايام شفت نفسك في الموقف ده وقلت على نفسك كده، او حد قال لك كده، فبتلاقي نفسك تلقائي بتتصرف بطريقه تخليك تنكمش ومنتش عارف تحقق القدره على التواصل. فهنعمل ايه بقى؟ اكتبوا بقى التمرين ده او حطوه عندكم او ايا كان. احط ايدي على قلبي اللي بيبقى موجوع وتعبان ومتألم من كتر المواقف اللي اتحط فيها وما عرفش يتصرف فيها، واكني شايفاني قدامي النسخه مني اللي اتحكم عليها بانها اتكلمت غلط، ان حد اتريق عليها، حصل اي موقف يقارنها بحد تاني بقى، مثلا متحدث ولا بيتكلم بلباقه او ايا كان، فاقول لها انا اسفه، ارجوكي سامحيني اني حكمت عليكي انك عبيطه، اني حكمت عليكي انك هبله، اني حكمت عليكي ان غيرك احسن منك. بحبك يا حته مني وبشكرك، بحبك يا حته مني وبشكرك على استحمالك ليا. كل واحد فينا يا جماعه نفسه دي استحملت منه كتير قوي قوي قوي، بس احنا مش عارفين. لان فاكرين الموقف اللي كنت بقول لكم عليه، حصلت تريقه، حصل حاجه، دي كانت من زمان قوي قوي قوي، من ايام حتى ما كنا في مدارسنا ويمكن قبل كده. فانا النهارده لو ما عرفتش اطبطب عليا وعرفت احتضني عشان اعرف اخد بايدي وابدا اخرج صوتي، مش هيخرج. وانا اسفه، اي شماعه هنعلق عليها مشاكلنا، سواء مدرسين، اب، ام، جدود، خال، خاله، اي عمام، ايا كان مين، اخوات، ربنا سبحانه وتعالى حاطط في ايدينا مفاتيح التغيير. ما عادش هينفع يبقى في حجه، بالذات كمان للناس اللي عارفاني وحضرت لي حاجات قبل كده، هم عارفين الجزئيه دي كويس جدا جدا. احنا هنا مش في مجال لوم ولا عتاب، احنا هنا بنتحرر وبنخرج بره دايره اللوم والعتاب، سواء لغيرنا او لنفسنا، علشان نقدر ناخد بايدينا ونشوف الحقيقه ونعرف نتطور. فبتبقى اصل المشكله هو حكمنا على نفسنا او على غيرنا بالسلوك المعين ده. فهنرجع تاني للجزء اللي مش عنده القدره على التعبير ونقول له انا اسفه اني حكمت احكام منعتك انك تعرف تعبر عن نفسك باريحيه. فلما انا هعتذر لنفسي وقدرني واحترمني واحتويني وافهمني، لما افهم نمط شخصيتي، ساعتها هعرف فين المفاتيح الذهبيه بتاعتي لحسن التواصل والتعبير. فهلاقيني لو انا ابتسامتي ده جزء كده من التعبير بتاعي، او انا عندي قدره على الابتسام، فهبدا ابتسم اكتر وامشي انشر الابتسامه في كل مكان. ما ده تعبير يا جماعه للكون كله ان انا في حاله محبه. لان الحقيقه من غير المحبه اللي محتاجين نزرعها جوه قلوبنا تجاه نفسنا الاول، عشان تطلع تلقائي للي حوالينا، عشان لما نيجي نعبر يبقى في حب في التعبير، هنلاقي نفسنا دايما التعبير جاف. وعلى فكره
هتقولوا لي شخص عملي، شخص عاطفي، ملهاش اي علاقه. الحنيه ملهاش علاقه بالعاطفي والعمل. لان خدوا بالكم انماط الشخصيات اللي احنا بنتكلم عنها في الام بي تي اي وغيره هي اصلا مبنيه على مواقف اتحطينا فيها، مواقف صدميه اتحطينا فيها، بدانا ناخد قرارات ان احنا هنتبع هذا السلوك في حياتنا. اصلا لو بدانا نعالج هذه الصدمات ممكن سلوكياتنا اساسا تتغير ونتحول من نمط لنمط. عشان كده قلت لكم اعملوه مرتين، مره باللي انتم بتعملوه دلوقتي ومره باللي تحبوا انكم تعملوه، عشان تقدر تحدد اكتر انت نمط شخصيتك ايه. تمام؟ فلما هنحتوي نفسنا ونعرف نقدرها ونحترمها ونتصالح مع الاجزاء اللي تم فيها الحكم او المقارنه او النقد او السخريه، يعني انا اسفه بالرغم ان انا شعره بالسخريه او شعرت بالضيق في موقف معين او النقد او ايا كان، الا اني، واكتبوا دي عندكم يا جماعه، بالرغم اني شعرت الشعور الفلاني في الوقت الفلاني، الا اني بحب نفسي واقدر نفسي واحترم وتقبل نفسي من كل قلبي جدا جدا جدا. يبقى دي عندكم صيغه تانية كمان. في اي لحظه انتوا حاسين بضيق، بخنقه، مش عارفين تتكلموا، مش عارفين توصلوا رايكم او صوتكم او ايا كان، اعملوا ده الاول قبل ما تروحوا تتكلموا مع اي حد. يبقى عندنا تمرين كتم الصوت واخراج الصوت، عندنا انا اسفه على اي حكم انا حكمته عشان اقدر احتوي نفسي بحب واشكرها، وبعدين بالرغم اني شعره بالشعور الفلاني، لان مهم ان انا اعترف بوجود الشعور واعرف نفسي ان انا عارفه ان عندي مشكله في الحته الفلانيه، الا اني مهما حصل بعترف ان مفيش لا لوم ولا عتاب، لكن في حب واحترام وتقدير وقبول. جميل؟ طيب هنيجي لجزء تاني مهم جدا. كل واحد فينا عنده ملكه معينه. الملكه دي مهم جدا ان انا اعرفها، لان من خلال الموهبه بتاعتي، الملكه بتاعتي، القدره بتاعتي على العطاء في المكان المعين ده، لما ببدا اكبرها وانميها قدرتي على الاتصال مع نفسي بتزيد، فبالتالي قدرتي مع من حولي بتبدا تزيد اكتر. كل نقاط القوه بتاعتي ابدا اكتبها واشوفها قدامي، ولو مش عارفاها اروح اسال غيري، اسال اصحابي، اسال اللي حواليا، لان جزء من القدره على التواصل اني اعرف فين اماكن القوه بتاعتي اللي اتصل من خلالها مع الاخر، فخلي في جوده اعلى. الحاجه الثانيه ان بما ان معلومه ان انا سلوكياتي اتبنت من مواقف صدميه حصلت لي في حياتي، او مواقف انا اتبنيتها بسبب ان انا شفت حاجه، سمعت حاجه، ايا كان، اذا سلوك الاخر هو كمان مبني على مواقف صدميه عاشها في حياته، وبناء عليه اتبع السلوكيات اللي بيعملها دلوقتي. فهنخش هنا بقى في حته اعطي لاخيك 70 عذرا قبل ان تلوم. لكن مش هتقدروا تعملوا ده الا لما الاول تدوا العذر لنفسكم وتقدروا وتحترموا مشاعركم ونفسكم، بعد كده تقدروا تعملوا ده مع غيركم. لان انا النهارده عشان يكون في ما بيني وما بين الاشخاص اللي حواليا تعبير قوي، مهم جدا اكون نميت الاول نقاط قوتي، والاماكن اللي انا شايفه فيها ضعف او عدم قدره او ايا كان ابتديت احتويها واخدها واراعيها، عشان الاقيني ايه في الاخر، اكون انا، اكون الشخص الحقيقي بتاعي انا. ساعتها اصلا القدره على التعبير هتكون تلقائيه بدون خوف، مفيش قلق اني اعبر عن نفسي باي صوره من الصور. لان سبحان الله يا جماعه، يعني ليه بنتكلم ان التعبير هو باب كبير للاتصال والمحبه؟ لان احنا سبحان الله ربنا ذاته العليا
كان علشان يعرفنا بيه بعت لنا اللي يعبر لنا عنه. ما كان ممكن يكتفي كده بان احنا نشوف الكون ونشوف جمال الكون ونشوف الدنيا ونكتفي بهذا، لكن سبحان الله بعت كتب وبعت رسل وبعت انبياء، بعت كل ده علشان يعرفنا بذاته وبنفسه. يبقى اذا التعبير وتوصيل المعلومات عن انفسنا لغيرنا دي حاجه مهمه. بس انا هوصل ايه وانا ما اعرفنيش؟ كتير مننا بالذات في ناس مننا انا عارفه بينزلوا على السوشيال ميديا وبيبداوا يخاطبوا الجمهور والكلام ده كله. ايه اكتر حاجه بتخليهم خايفين يهنجوا، يتأتأوا، يفصلوا؟ ان هم مش عايشين اللي بيوصلوه لغيرهم. انا النهارده عاوزه اقول لابني ما تخافش يا ابني، ما تقلقش، وانا عباره عن كتله رعب متحركه. هتيجي ازاي؟ هتيجي ازاي؟ لكن يا ابني والله انا عارفه القلق اللي انت فيه ده طبيعي، ما انا كمان يا ابني بقلق وبستعين بالله عشان ما اقلقش، بتنفس، بس الرسول صلى الله عليه وسلم، بعمل ايا كان. ما انا فاهمه الاول برضو ان انا بني ادم. عشان كده انا في اي محاضره ليا في اي مكان عام لجمهور كبير مهم اقول له انا قبل ما اكون واقفه هنا انا ام وزوجه وبني ادمه، وممكن اطلع بره المكان ده تاني بصوت واصرخ عادي جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت اول ما ابتديت الطريق ده كنت اول ما يجي لي دروب نفسي والله اقفل عليا، لا اعمل جلسات ولا اعمل محاضرات ولا اعمل حاجه خالص. لا اصلا ما ينفعش، انا ما ينفعش اكون كوتش وانا بعمل اللي بعمله ده، ما ينفعش اكون كوتش واكون داون او اكون واقعه. طول الوقت كنت بجبر نفسي اني اكون على طول كويسه. تيجي ازاي دي؟ طب ما انا برضه بني ادم. لما اديت لنفسي الحق ان انا عادي، ان انا ممكن اتحط في اي موقف عادي، واديني كل شويه بتعلم حاجه جديده وبتطور في حاجه جديده، لقيتني بعيش اللي بقوله اكتر. لما يجوا حتى ولادي يقولوا لي هو في ايه بقى انت مالك النهارده مش عايزه اشتغل على نفسي وزهقانه وقرفانه، وعادي جدا، وسيبوني بقى في حالي النهارده. بس طبعا يعني ما تعملوش ده كده، انا بعمله لما اوريدي الواحد بيقعد فتره طويله الدنيا زي الفل وكويسه وكله تمام. اكيد لو جت لي هوبه شويه ما تتساب الهوبه دي، يعني هعرف نفسي ليه؟ وليه اجبر نفسي طول الوقت؟ افرضوا في وقت انا حتى مش قادره اطبطب على نفسي فيه. صدقوني بتحصل. لكن عشان الاساس انا بعمل ده عرض متواصل، فلما بيجي الدروب ما عادش بياخد وقت كبير، بيقل المده بتاعته وبفوق بسرعه وببدا ارجع تاني للحاله بتاعتي. فاهم حاجه، لو انا قدرت اكون نفسي بعد ما احتويت الاحكام اللي انا حكمتها عليا او على غيري، وبعد ما عرفت احتوي كل احوالي وعشت اللي انا بتعلمه او عشت اللي بقوله او فهمت اللي قدامي ان انا بتعلم اعيشه عشان اكون صادقه، في الحاله دي هتلاقيك لما بتيجي تتكلم بقى مع حد من اولادك او بتخاطب جمهور او ايا كان، انت مش قاعد قلقان ايه اللي هيحصل ولا اي حاجه، لان انت صدقت نفسك في التعبير عن نفسك مع نفسك. فده اللي بيخلي اللي قدامك يسمع لك. كل يوم في مليون محاضرة موجودة، أولادنا بيسمعوا كلام كتير من أماكن كتير طول الوقت. أنت تأثر معاهم إزاي وتفرق معاهم إزاي، أو هتفرق مع جمهورك إزاي؟ هتفرق مع جمهورك لما تكون أنت المعلومة اللي بتقولها. هنا هتبدأ تفرق. فلو أنا لسه عندي معيقات تجاه ان انا اقدر اعيش الحال اللي انا عاوز اوصله لغيري، او الحال اللي انا اصلا عاوزه اعيشه، فاوتوماتيك على فكره هيوصل لغيري.
لان كتير لما بيشوفني دلوقتي، طبعا هم ما شافونيش قبل كده وانا شعنونه المجنونه، يعني هم شايفيني دلوقتي يقولوا الله احنا بنبقى مبسوطين قوي احنا قاعدين معاكي. كنت نفسي اقول لهم ان الناس كانت بتخاف مني زمان. انا اخواتي كانوا بيقولوا لي بصي حبيبتي احنا مش عارفين نكلمك من كنت مش عارفين انت هتجيبي فينا امتى. انتوا متخيلين؟ فدلوقتي اكيد فرحتي ان بفضل الله الناس بتقرب مني، الناس حابه تقعد معايا. ده جاي من ايه؟ جاي من ان بفضل الله، بفضل الله اي كلمه بقولها لاي شخص بكون عملتها جوايا، حققتها على ارض الواقع، عشتها، وبعد كده ابدا اقولها. ومعلش بالنسبه للايمان انا مش مدرستي ان يا جماعه احنا نقول اللي عندنا وخلاص. دي مش مدرستي. نقول اللي عندنا حتى احنا مش عارفين نطبقه يمكن نعرف نطبقه. بصوا حاولت اعمل ده بس انا ما عرفتش. بحس ان انا محتاجه اطبق الاول وبعدين اتكلم. ممكن عادي اقول لكم انا سمعت كذا، انا عملت كذا، لكن الاساس ان انا بحاول دايما قبل ما اقول اي حاجه اكون عملتها. طيب تعالوا نعمل دلوقتي حاجه لطيفه كده مع بعض. كل واحد فينا جواه صوت طفل صغنن، زي ما جوانا المراهق والكبير وكل الاعمار موجوده جوانا. لو كل واحد فينا حب يقول جمله بس يقولها بصوت الطفل الصغنن اللي جواه، سواء بقى تطلع مسرسعه، سواء تطلع بصوت طفولي، سواء تطلع باي صوره من الصور. يعني مثلا ممكن كل واحد فينا دلوقتي يختار مشهد من اي فيلم كرتون حلو ويبدا يقوله، بس يقوله بصوت الطفل اللي جواه. شوفوا طاقه الطفل اللي جوه ده، حتى لو انتوا بقالكم سنين ما سمعتوهوش او نسيتوه، شوفوا صوت الطفل ده هيطلع طاقه جواكم شكلها ايه. تعالوا مثلا نفكر في مشهد، حد دلوقتي يا جماعه يشاركنا كده بمشهد نفتكره مع بعض كده ونقوله، كل واحد يقوله بصوت فيه طفوله. شاركوني كده كل واحد ايه اكتر مشهد ممكن يكون بيأثر معاه. اللي يقدر يفتح المايك ويقول. إيه، مفيش اي حد بيأثر معاه اي موقف؟ انا بحاول افتكر الصراحه، انا مش جاي في بالي حاجه معينه، بس انا بحاول افتكر. اديني دقيقه وهرد عليكي. ماشي. ها مين عنده موقف كده نقوله كلنا كده بصوت فيه طفوله؟ بلاش، تعالوا نتخيل موقف، مفيش اي مشكله خالص. تعالوا نتخيل ان انا واقفه مع واحده صاحبتي وانا بقول لها ان انا عايزه النهارده نقعد نلعب مع بعضينا شويه، فايه رايك يا فله نقعد نلعب مع بعض شويه؟ حاسين بايه وانا بقول الكلام ده بالتون ده؟ كل واحد كده يبدا يطلع صوت الطفل اللي جواه ويسمعه. هديكوا نص دقيقه كده كل واحد يطلع صوت الطفل اللي جواه ويسمعه. وارفعوا بس ايديكم او قولوا لي اوكي بس ان انتوا خلاص خلصتوا ده. واسمعوني تاني وانا بقول اي موقف، انتوا قولوا اي موقف، مش لازم فيلم كرتون يا جماعه، اي موقف انا قاعده فيه مع واحده صاحبتي او قاعده فيه مع حد قريبي او ايا كان، وانا بقول له يا عمو لو سمحت ممكن عايزه اشتري مصاصه، ممكن المصاصه دي لو سمحت بنص جنيه. شوفوا الواحد بيقول ده هيضحك على روحه اساسا. الحاجه التانيه بقى المهمه، ويا رب تكون الكاميرا كده مبيناني، احنا طول الوقت مشددين كتافنا، فمحتاجين نفك شويه، نفك. حركوا ايديكم كده، انطروا ايديكم لتحت، انطروا كده، انطروا، اتحركوا يمين وشمال، اتحركوا، اطلعوا قدام وورا، حركوا كتافكم، اتحركوا. الليونه يا جماعه في الحركه بتدي ليونه في التعبير.
القدرة على تغيير أصواتنا بتدي المرونة في إنك تعبر عن نفسك بأي حال وإنت مرتاح. بس محتاجين نتحرك نتحرك نتحرك. لكن كل واحد فينا اتعود يمشي عامل كده، كلنا ماشيين عاملين كده، فما عادش فيه جوه جسمنا أي نوع من أنواع الحركة اللي فيها شوية مرونة. مش عايزة أقول مياصة، رغم ان احنا ستات عادي نتمايص، يعني مفيش مشكله، ولو معانا رجاله بس ما تاخدش معانا رجاله دلوقتي، مش مشكله ان احنا نتمايص في بيوتنا يعني. لكن من كتر ما احنا مسميين المياصه قله ادب، انا كست فقدت اهم قدره عندي اللي هي بتديني اللذاذه والطعامه بتاعتي دي. فشويه مياصه كده ما يجراش حاجه، تمام؟ شويه بس وانا في البيت كده مع ولادي، بدأ عملت الواجب، خلصت، عملت، يعني يا جماعه ما احنا مش هنبقى شاويش عطيه في كل حته. لكن خارجه رايحه اصلح عربيتي، واقفه في المواصلات في وسط الزحمه ووسط ناس، لا معلش تقفي زي الالف. هنا نقف الف عادي. داخله حاضر محاضره جوه جامعه، هل زي ما انا بحضر محاضره معاكم دلوقتي؟ اكيد مش محتاجه اكون عامله كده. فمهم اعرف امتى اتحرك في كل احوالي بسهوله ويسر باذن الله. انا في وقت ما هحتاج اعبر بقوه وصوت واضح وصارم لما اكون بكلم حد انا مسؤوله عنه، ومسؤوله انه يؤدي عمل معين وهو ما انجزهوش او محتاج ينجزه. يبقى الشخص الحازم محتاج يخرج في اللحظه دي، واكون قادره اعبر بحزم. انا دلوقتي بقدم بروجكت لمديري، اي فندم انا خلصت حضرتك وتفضل عشان خاطر تقيم المشروع، ولو في اي لحضرتك اي استفسارات او في اي تعليقات انا تحت امر حضرتك ان شاء الله اظبطها. تمام؟ رايحه لاولادي، حبايب قلبي عاملين ايه النهارده؟ اخباركم ايه؟ يا رب بس يطمني عليكم، انا بدعي لكم والله ليل بنهار ان ربنا يكرمكم في كل امور حياتكم يا رب حبايبي. رايحه اقابل والدتي، يا امي يا حبيبي عامله ايه؟ طمنيني عليكي. شايفين يا جماعه؟ شايفين الانتقال ما بين الاحوال؟ وانا هو انا بس قدرتي على التعبير في الاماكن المختلفه جايه من انا موقفه احكامي. ما المدير ده اصلا متخلف عقليا اساسا، ده انا مهما عملت له هو ولا هيفرق مع حاجه. ما العيال قاعدين في المحاضره كده كده محدش سامعني، يلا بقى بقول اي كلمتين وخلاص. ما انا العيال دي طول النهار مطلعه عيني ومنفضاني. عملت ايه النهارده؟ خلصت الواجب؟ عشان الزهق والقرف اللي احنا بنبقى فيه من كتر احكامنا عليهم. ازواجنا يخشوا بره يفتح يا عليم يا رزاق يا كريم. مش عامل ايه النهارده؟ ربنا يطمنا عليك، انا عارف انك شقيان وتعبان وربنا يبارك لنا فيك. كلمتين حلوين يتقالوا الاول، بعدين نمتص بيهم زعبيب امشير، بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. حته ان كل واحد فينا محتاج يبدا يتدرب دي يا جماعه ممكن تعملوها قدام مرايه. طبعا يعني انا في كورس اكسبريس تو امبريس كل اللي انا بحكيه لكم ده بيتعمل عملي. بتشوفوا نفسكم عملي وانتوا بتعملوا ده، لانك لما بتتدرب فتره على اللي احنا بنقوله ده الموضوع بيبقى في منتهى السهوله. بعد كده هتلاقي نفسك تلقائي قادر تحقق المعادله الصعبه في ان ازاي اكون حازم في وقت الحزم، واكون لين في وقت اللين، واكون الدكتور او المهندس او الطبيب في مجال عملي، واكون الام والزوجه والبنوته والاخت في بيتي مع اسرتي. ازاي لما هواجه جمهور هعمل ايه؟
ما انا لما اواجه جمهور يا جماعه انا محتاجه اكون كل دول، لان جوه الجمهور في الصغير وفي الكبير وفي اللي قدي، في اللي بيسمعني في مجالات عمل مختلفه. فمهم يكون عندي لغه دوليه، انا مسميها اللغه العالميه، وبعد كده في اللغه اللي هي منفصله، كل بلد بلغتها لوحدها. يعني انا مع فلان فده معاه لغه، وانا مع علان ده له لغه. عشان كده بقول لكم احنا والكون واحد، احنا متصلين بكل احوال الكون يا جماعه. تحسب نفسك جرم صغير وانطوى فيك العالم الاكبر. يعني احنا العالم ده كله جوانا. صدقت يا سيدنا علي، في الكوانتم فيزيكس هم اثبتوا ده، يعني اثبات ما اقولكمش. وهو من 1400 سنه كان عارف الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تحب حد قول له انا بحبك، تهاد وتحب. يعني بص، قال لك قادر تقول روح قول، طب مش بتقول هادي اهو. يعني في وسائل كتير اهو. عشان كده مهم تكتبوا نقاط القوه بتاعتكم، انتوا فين اماكن قوه التعبير عندكم. لان انا النهارده لو انا مثلا ما عنديش القدره الماديه، ما عنديش القدره على الكلام، طب لما هبتسم في وش حد كده ابتسامه حلوه كده هيحصل له ايه؟ انا ممكن يا جماعه اغير المود بتاعه بالابتسامه. بس خدوا بالكم بقى من حاجه، في ابتسامه كده هي دي اللي ساعات بنشوفها حتى مع اولادنا، هي بتكون يعملوا لنا كده علشان بيبقوا موجوعين. على فكره اوعوا تفتكروا اللي بيضحك سخريه وتريقه ده او يعني استهزاء ده استهزاء، ده لانه مش قادر يعبر عن مشاعره الحقيقيه، فيا عيني بيعمل كده عشان يقول لك انا مش فارق معايا. الام تيجي تعاقب ابنها يوم يضحك لها كده ولا فارق معايا عاقبين وهو موجوع. مهم قوي مهم قوي لو احنا هنلخص النهارده معرفتي لشخصيتي لاحوالي، تطبيقي للي بتعلمه، اني اعيش المعلومه اللي باخدها، ده بيوصلني ان اقدر اعبر عن نفسي باريحيه. لما اشيل كل الاحكام عن نفسي اللي تخص التعبير، خلونا نبقى دقيقين عشان موضوع الاحكام ده كبير جدا جدا، واسقط احكامي على الاخر، ان واحد بيعبر بالزعيق ده بيعبر بالشتيمه، ملناش دعوه هو بيعبر ازاي، لان للاسف برضو هرجع واقول تاني اختياره لطريقه التعبير مبنيه على صدمات. ركزوا في حالكم، خليكم مع نفسكم. المهم انت مع حالك. يبقى هنقول انا اسفه على اي حكم حكمت على نفسي والكلام اللي قلناه. لما هعترف بمشاعري واحتوي مشاعري، انا بالرغم اني حاسه بكذا الا اني بحب واقدر نفسي واحترمها من كل قلبي. ابدا ادرب صوتي اني اخليه يتكلم بطبقات مختلفه. طول ما انتوا لوحدكم اعملوا ده هتلاقوه لذيذ جدا وجميل جدا. تمام. طول ما انا بدات اتعلم وفاهمه ان انا محتاجه اتحرك ما بين الاحوال المختلفه في المجالات المختلفه بكون فيها خلال اليوم، هتلاقوا نفسكم في مرونه اعلى. لما هبدا احرك جسمي وانا قاعده كده على الكنبه، يا جماعه انتوا مش محتاجين تقوموا، حتى مفيش قوم وانتوا في مكانكم، بس حركوا كتافكم، حركوا كتافكم بس كده، حركوا دراعاتكم، روحوا يمين شمال زي ما قلنا. كل ده هيساعدنا باذن الله ان احنا نكون في حاله من الفتنس الداخلي. وطبعا قبل وبعد كل شيء حبنا لذاتنا بيجي من معرفتنا بيها، ومعرفتنا بذاتنا بتعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه. فمهم اعرفني عشان اعرف ربي، عشان اعرف استمد منه الطاقه والقوه والنور اللي يخليني في حاله اتصال حقيقي مع ذاتي وربي والناس اللي حواليا، علشان احس بالسكينه والهدوء. والسكينه والهدوء يا جماعه مش معناها ان انا حياتي هتبقى بامبي، لا، معناها ان يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام. يعني ممكن تكون في عز الازمه، في عز النار، في عز المشكله، لكن بفضل الله
مستشعر اليسر والتهوين الرباني. لان خدوا بالكم كتير مننا عارف ان مع العسر يسرا، وعارف ان ربنا بيطبطب علينا، وعارف كل حاجه، بس ما بيستشعرهاش وقت الازمه. وقت الازمه لو انا مش متدرب كفايه على هذا الاتصال هفقد احساسي واستشعاري بطبطبه ربنا علينا سبحانه وتعالى. فدي حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه. انا يعني اتمنى ان انا اكون كده لخصت لكم الدنيا ووصلت لكم المعلومه انا حابه اوصلها. وهفتح دلوقتي باب الاسئله، وعندنا ان شاء الله باذن الله كده يعني هديه ومفاجاه لطيفه كده في اخر بعد ما هنخلص الاسئله بتاعتنا ان شاء الله. استاذه اميره من كارير كير هاب اللي احنا اصلا مشتركين مع بعض النهارده عشان نعمل المحاضره دي هتقولها لنا، ونفتح باب الاسئله. اتفضل. ووجيها معانا هنا على الفيس تايم برضو لو حابه حبيبتي تسالي اي سؤال انا معاكي. مساء الخير يا أستاذة إيمان. مساء النور. هو في بس ملحوظة أنا لاحظتها في نفسي، إن لما حضرتك طلبتي مننا إن إحنا نتكلم نفسنا أو نطلع صوت الطفل اللي جوانا، وإن إحنا نحاول نطلعه بصوت مرح وبصوت طفولي. أنا للأسف دخلت متأخرة، فهو ده الجزء اللي أنا لحقته وقبل منه بشوية. فأنا مش عارفة ليه ما جاش معايا خالص أتخيل نفسي بالصوت الطفولي ده. بالعكس، أنا لما فكرت فيه كنت مطلعة صوت بنوتة صغيرة، بس هي عاقلة وراسية. عارفة اللي هو ازاي عارفة البنات الشاطرة البنات العاقلة الصغننين دول، هو ده الصوت اللي طلع معايا. فمش عارفة هل ده ليه دلالة معينة، أو ازاي أنا ما قدرتش أتخيل خالص الصوت المرح الطفولي. كان طالع مني صوت الطفل الهادي العاقل. بصي، راقيه ولا رقيه؟ راقيه. اسمي رأية. رأية حبيبة قلبي ما شاء الله، يعني اسم على مسمى ما شاء الله. بصي حبيبة قلبي، يعني اسمعوني بقى كلكم. أنا النهاردة أنا برضو معلش وجيه أنا مقرباكي من التليفون عشان تسمعي الأسئلة بتاعتهم. أنا النهاردة إذا طولب مني إني أكون مسؤولة، البنت الكبيرة مثلا، أنا كبيرة إخواتي، أنا اللي مسؤولة مثلا لو أنا متزوجة، فأنا أكتر حد بيعتمدوا عليا في اي حاجه. فانا بحتاج طول الوقت اكون في حاله محضره نفسي اني اكون جاهزه على طول بايجاد الحلول، سرعه البديهه، ان انا اعرف اتصرف، ان انا اعرف احل المشاكل اللي حواليا. فطبعا اكيد بمرور الوقت هفقد الصوت الثاني اللي جوايا. فمحتاجه طول الوقت اكون عاقله وراسيه ورزينه عشان اعرف اجاري حياتي. يا ترى كلامي ده مسمع معاكي يا رأية؟ ايوه مظبوط، انا الكبيره فعلا ومسؤوله في شغلي، وعندي شغل تاني مسؤوله عنه، ومسؤوله عن اختي، وطول الوقت انا فعلا جاهزه بالرد. لو في مشكله انا هعرف ارد، في حل انا بعرف ارد فعلا. جبتش حاجه من عندي يا رأية؟ اهو لا من صح والله، صح انا ما جاش معايا خالص. حتى الطفل الصغير جه معايا ولد او بنوته، اللي هي عارفه حضرتك الاطفال العاقلين الهاديين دول، هي دي اللي جت معايا. يبقى انا النهارده بقى عشان ابدا اطلع صوت الطفل تاني، لان طبعا زي ما انا كنت لسه بقول لكم هي اخت كبيره، اصل انا برضو الاخت الكبيره، فانا حاسه بيكي والله، وكنت شايله مسؤوليات كتيره ومسؤوليات مش مسؤولياتي. فللامانه عشان ما اضحكش على حد، انا تحررت من المسؤوليات الزياده علشان اكون ايمان. اخت مش ام، اخت مش حلالة عقد. فدي نقطه مهمه جدا. دي طبعا بتحتاج شغل داخلي يا رأي علشان اكون صريحه معاكي، لكن في نفس الوقت مهم قوي اعترف الاول ان انا شايله مسؤوليات مش مسؤولياتي، وممكن افضل شايلاها الى ان اتعلم ازاي ارجعها لاصحابها. لان حتى مع اولادي، ودي حاجه برضو اشاركها لكم يا جماعه، انا مع اولادي
انا خدت زمن، دي كانت اصعب واكتر حاجه، وطبعا ساعات برضو بقع فيها وبلم نفسي. انا كأم انا مرعوبه على العيال اكيد، يعني انا نفسي ولادي يكونوا احسن حد، بس اني اخرج بره دور المنقذ طول الوقت ليهم ده فعلا اخذ مني مجهود. وما اقدرش انكر ان وقت ما بدات اوقف دور المنقذ لاسرتي كلها، اخواتي وامي والكلام ده كله، طبعا اتهمت بالانانيه. الى ان ايمان خرجت من الشرنقه بعد ما افتكروا ان انا وقت دخولي الشرنقه، عشان كده بس في شويه حاجات ممكن نعمل لها محاضرات تاني. وقت دخول الشرنقه عشان الانسان يرجع لذاته تاني، وده امر طبيعي يا جماعه. ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاله الوحي جوه الغار، يعني ما جالهوش وهو قاعد وسط الناس. ما فيش تطور بيجي وانت قاعده وسط الزحمه، بتحتاجي تنفردي وتنعزلي. ففي الوقت ده مع الاسف بتنعزلي طبعا بسلوكيات معينه ما تخليش اللي قدامك يحس بعدم الامان، بالذات لو انا ام وزوجه. اوكي؟ لكن في الاخر انا بحتاج اخش جوه شنقتي، اللي الوقت ده الناس بتقول ما انتوا انانيين، انتوا غيرتوا نفسكم، انتوا ما بقاش همكم اللي حواليكم. هي ما بتبقاش كده، ده انت بتتطوري عشان تخرجي تعرفي تحتوي نفسك واللي حواليكي اكتر، بس ما بيبقاش في نفس التوقيت ده. تمام؟ حد عنده اسئله تاني؟ رأي يا ترى عرفت اوصل لك المعلومه؟ ايوه متشكره جدا يا استاذه ايمان. بس هل هو صوت الطفل الداخلي او احساسي بطفولتي ضروري ضروري حاليا في مرحلتي السنيه او بعد كده؟ انا في الثلاثينات، هل هحتاجه او ايه تاثيره عليا عموما في شخصيتي ان انا اوصل لصوت الطفل الداخلي؟ لا انا ما قلتش طفل داخلي كطفل داخلي، مرحله الطفوله. لان كلمه الطفل الداخلي دي يعني للاسف اخذت بروباجندا زياده عن اللزوم بس في السوق والكلام ده كله، واحنا بنتعامل مع هذه الفتره كهويه من هوياتنا. انا عندي هويه البالغه والراشده والست الكبيره، وعندي هويه طفل. وجود الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو قايل لك انت اقعد كل يوم لو تقدر مع حد كبير وحد صغير. طب افرض ده مش متاح ليا، انا وجده بقى. مهم تقعد مع روح الطفل اللي فيها براءه واللي فيها حب، حتى لو بيمر بامور صعبه برضه بيبقى لسه فيها شويه براءه وحب. والكبير عشان نستمد الحكمه ويبقى دايما عندنا رزانه وعقل. فالاثنين مهمين. فانت بالتدريج يا ستي ان شاء الله كل يوم اتفرجي ربع ساعه على فيلم كرتون ولا مشهد من فيلم كرتون حتى ينشط الدنيا كده. تمام يا استاذه ايمان، انا فهمت قصدك. تمام. ماشي، شكرا. طيب حبايبي قولوا لي مين تاني عنده سؤال؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مغناطيسي دي كلمة. اسماء، اهلا يا اسماء، حلوه قوي مسمياني مغناطيسي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. دكتور، كنت عايزه اسالك، يعني لو انت وصلتي لمرحله ان انت فعلا احتويتي نفسك وفهمتيها كويس جدا وطبطبتي عليها ولميتي كل حاجه انت بنفسك، يعني انت بذلتي مجهود فظيع مع نفسك عشان توصلي للمرحله دي، نفس الوقت نفس الناس بنفس المواقف بنفس اللي كانوا حواليكي زي ما يكونوا مستكترين ان انت فعلا وصلتي للمرحله دي فمكملين في اللي هم فيه، ايه الحل؟ طيب انت عايزه الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق طبعا. تمام. امتى اللي حواليا هيبداوا يصدقوا باللي انا وصلت له؟ لما اكون انا عديت اختبار مهم جدا 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 اسمه صدق الحال. يعني انا دلوقتي طول ما اللي حواليا لسه بيهاجموني معناها ان انا لسه عندي جزء في قلق، في خوف، في توتر، في شك. هل الطريق اللي انا ماشيه ده كويس؟ هل ده احسن حاجه؟ هل ده اللي هينفعني؟ تمام. وكلمه احتويت نفسي وصالحت نفسي دي كلمه واسعه قوي قوي، دي رحله عمر انا نفسي ما خلصتهاش، ما هي ما بتخلصش كده.
دي بتاخد وقت يا جماعه. اوكي، وكل يوم هنكتشف حاجه جديده. لكن طالما ان الاشخاص اللي حواليا لسه بيطلعوا لي هجوم، نسمع بقى دي كويس قوي 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 قوي، يبقى انا مخرجه من جوايا في اللاواعي تردد بيقول للي قدامي اصل انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا مش حاسين انا تعبت قد ايه، انتوا مش فاهمين المجهود اللي انا بذلته عشان اوصل اللي انا بوصل له ده، انتوا مش مقدرين، انتوا مش فاهمين، انتوا مش حاسين. وللاسف ده تردد في عدائيه، فبالتالي بيرد عليا بعدائيه. لكن لو انا بقى احتويت نفسي بجد وتصالحت مع اجزاء اللي انا المتاح ليا ان انا اتصالح معاها في الوقت الحالي، هتلاقي اللي بيحصل ده ما بيحصلش، هيقف لوحده. سبحان الله، ان الله لا يغير ما بقوم اهو اللي بره اهو حتى يغيروا ما بانفسهم. فالناس مش فاهمه هو ايه اللي محتاج يتغير، هو التردد والذبذبه اللي خارجه مننا. واللي قدامك مرايه، وخدوا بالكم يا جماعه من اللقطه دي، اللي قدامك بيبقى مرايه انت واصله لفين من القوه والمتانه في رحله التغيير بتاعتك. انا مريت بده، يعني مريت بيه من تريقه على سخريه على هجوم، لدرجه مره اتقال لي انت هتطلقي بسبب اللي انت بتدرسيه ده. وعيالي ايه اللي بتحضريه ده؟ النهارده بفضل الله ابني بيحضر معايا، ابني التاني بيجي يصور لي المؤتمرات. فاذا في تغيير. وفي يوم من الايام بعد التريقه لما ابني جه قال لي يا ماما هو ينفع وانا اولادي كبار مش صغيرين، هو ينفع الستات تتغير كده؟ والستات معروف عنها انها دراما كوين وانها مش عارفه اوفر وانها. قلت له يا ابني لو حد واحد اتغير كله يقدر يتغير، بس مين اللي عايز؟ ومن غير ما نتهم اللي قدامنا من جوانا باي اتهامات. تمام يا اسماء؟ جاوبتك على سؤالك؟ جاوبتني يا دكتور باستفاضة، متشكرة جدا. العفو حبيبتي. في اي اسئله تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. والله بصي انا عندي مشكله، يعني مش عارفه اقول اذا كانت هي مشكله ولا لا، بس يعني انا دلوقتي يعني بتعرض لضغوطات نفسيه كتير جدا الفتره الاخيره. ما بقتش عارفه اتعامل مع اللي حواليا، وحاولت ان انا انعزل علشان يعني اكف الناس اذايا واكفهم ان انا ياذوني. بس للاسف الشديد الوقت الحالي انا ما بقتش الاقي راحه نهائي غير لما بروح المقابر. ما شاء الله. عارفة ان انا ممكن اكون مش طبيعية، بس يعني معرفش. ومهما احاول يعني مهما احاول اهدي نفسي او احاول اتفاهم مع نفسي او احاول اطلع اللي جوايا، ببقى الاقي كأني جوايا حد عايز يصرخ وافضل اعيط بجنان. هل ده ليه حل؟ هو طبعا كل حاجه ليها حل يا سالي، بس طبعا عشان برضو تبقى الناس مستوعبه، يعني ربنا يعينك ويقدرك. هو والد سالي اتوفى من فتره قريبه، فطبعا ده موقف الفقد يا جماعه ما ينفعش يكون فيه اي نوع من انواع الاستهانه بالمشاعر. تمام؟ لانه بيبقى موقف مكثف، موقف متعب مؤلم، الانسان بيفقد فيه يعني ايمانه بحاجات كتيره، فبيحتاج في الوقت ده بالذات لاستعانه بالله بصوره مكثفه. وبرضو محتاجين نستعين بحد متخصص، لان الحالات دي لو الانسان مش قادر مع نفسه يتخطاها يفضل الاستعانه بحد متخصص. ماشي؟ لان هي ما بتبقاش سهله ان الواحد يجتازها بسهوله كده. فطبعا ربنا معاكي، لكن حته ان انا اعتزل عشان اكف الناس اذايا او اني ما اخدش اذى منهم، ده مسكن ما بيحلش الموقف، ما بيخلينيش قد اللي انا بكون فيه. فبدل ما افضل اكتب ففي الاخر انفجر واجي اعبر بانفجار مع حد يا حرام ملهوش اي دعوه واي ذنب، وده بيحصل كتير يا جماعه. كتر الكتم والكبت حتى لو في موقف مش زي الموقف الجلل ده بيؤدي في الاخر للانفجار على اتفه الاسباب في الوقت الغلط مع الناس الغلط.
عشان كده اهم حاجه يا سالي، اول حاجه تعترفي ايا كان الشعور اللي عندك، ايه، صخب، غضب، قرف، الم، ايا كان. بالرغم ان انا ساخطه، حط ايدي على قلبي، بالرغم ان انا ساخطه وغضبانه وقرفانه، الا اني برضو بحب نفسي وبقدر نفسي وبحترمها من كل قلبي جدا جدا جدا. لان انا من غير الاعتراف في الاول ثم عمليه الاحتواء بعد كده، وتدي نفسك حقها في الشعور بالألم، مش انكره او ابقى عاوزه افوته. فدي نقطه مهمه جدا جدا حبيبتي. وطبعا ربنا يعينك يا رب، والدعاء ثم الدعاء والاستعانه بالله والصلاه كتير على الرسول السلام، دي الحاجات دي كلها بتخلي الواحد برضو يفوق ويفوق على قد ما بيقدر يا سالي. وان شاء الله باذن الله ممكن لو حابه تتواصلي معايا. ميرسي يا حبيبتي، كتر خيرك. مين تاني عنده اسئله حبايبي؟ اي حد تاني عنده سؤال؟ عشان انا هخلي ان شاء الله اميره كده تقول لكم حاجه بسيطه، وبعد كده هنعمل تامل مع بعض، محدش يقفل. هنعمل تامل مع بعض كده جميل مريح ان شاء الله، علشان نعزز بيه اللي احنا قلناه النهارده. اميره هسيب معاكي المايك كده تقولي لهم على كارير كير هاب. حبيبتي اتفضلي. يا إيمان، يا هلا يا هلا. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل نفتح حبيبتي. الكاميرا برضو عشان الناس تشوف. ايوه اهلا. أخباركم إيه؟ كويسين؟ الحمد لله. طبعا يعني أنا حضرت شوية في الأول، للأسف كنت بره فما سمعتش كله، بس أنا طبعا يعني سمعت إيمان كتير وعارفة قد إيه قيمة المعلومات اللي بتقولها وبطريقة بسيطة كمان. يعني الميزة عند إيمان إن هي بتدي حاجات قيمة جدا وتقيلة جدا بطريقة بسيطة جدا، فدي حاجة مميزة قوي. بتحسي ان بتاخدي حاجه ريتش وتقيله بس بمنتهى البساطه واللذاذه يعني. فانا حابه اشكرك قوي يا ايمان بجد على اليوم بتاع النهارده، ومتاكده ان الناس استفادت جدا، يعني ده حاجه ما فيهاش شك. وعشان اقول لكم برضو ايمان ما شاء الله عليها متخصصه في حاجات كتير، يعني هي هيلينج اكسبرت فعلا، يعني مش شغاله في حاجه واحده، هي السيشنز بتاعتها بتستخدم فيها اكتر من تكنيك. فمش مثلا متخصصه ميتا هيلث بس لا، هي بتستخدم كله بلس الكوتشنج، فبتعمل حاله كده في السيشن اللي هو بتلعب كل الالعاب يعني، فبتخلي كل حاجه كده بسلاسه تتفرغ سنه سنه. فبشكرك يا ايمان على وجودك معانا في كارير كير هاب وعلى السيشن بتاعت النهارده. يعني انت قيمه وقامه زي ما بيقولوا كده، واضافه جميله لاي مكان بتبقي فيه. ربنا يكرمك يا اميره والله. اول حاجه عايزه اشكرك. تاني حاجة برضو عايزة أقول للجروب اللذيذ اللي معانا النهاردة، الناس كلها يعني تسمع يعني مؤخرا كارير كير هاب، احنا لسه إن شاء الله هنلاونش في شهر 10 بإذن الله، يعني إن شاء الله ما نتأخرش لشهر 11 بنخلص شوية حاجات تكنيكال كده وهنبدأ اللونشنج. احنا أول بلاتفورم في مصر الحمد لله، وكمان في الشرق الأوسط بيشتغل على الهوليستيك ويل بينج من أبروتش كامل متكامل. يعني ايه؟ يعني احنا بنشتغل على الويل بينج من الجزء المنتل، الايموشنال، الفيزيكال، السبيريتشوال، السوشيال والانفايرمنت، فبنكفر كل الحاجات علشان الناس تقدر تعيش حياتهم بشكل بالانس وصحي، فبنتناول كله. وايمان طبعا بما انها هيلينج اكسبرت هي عارفه قد ايه كل الحاجات بتاثر في بعض، يعني ما فيش حاجه بتطلع لوحدها، يعني مش عرض جسدي كده جاي لوحده وجاي وراه قصه، المشاكل النفسيه بيبقى وراها قصه، فكل الحاجات مرتبطه ببعض. فانا بصراحه كانت بيرسونال فاليو عندي وحلم كده ان الناس تبتدي تتبنى فكره العلاج الشمولي، ان احنا هنشتغل على نفسنا بشكل شمولي اكبر من ان احنا نفهم نفسنا ونعرف ذاتنا، لان دي حاجه مهمه قوي 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 في بدايه الطريق. انا لازم اكون عندي نيه ان انا ابتدي اخد نيه كده باذن الله ان انا اعرف نفسي، دي بدايه المشوار يعني. فاحنا عملنا فكره جديده كده ولذيذه، غير ان البلاتفورم طبعا عليه مجموعه كبيره قوي من الاكسبرتس، منهم ايمان طبعا ومجموعه كبيره متخصصين في حاجات مختلفه، تقدروا تدخلوا تحجزوا معاهم وان اون وان سيشن. كل التفاصيل هتلاقوها بالافيلبل سكادجول بالاسعار بكل حاجه على الويب سايت، وهسيب لكم الويب سايت في الشات. الحاجه الثانيه بقى المختلفه عندنا ان احنا عملنا كوميونتي كده اشبه من نادي، الناس اللي مهتمه بالويل بينج عملنا لهم اشتراكات، اشتراكها بلاتينم ممبرشيب
اللي هي بلاتينيه وجولدن ذهبيه وسيلفر فضيه، بسعر بسيط جدا في السنه. بتبقى كانك دخلت في كوميونتي كامل متكامل بيوفر لك حاجات مختلفه عن الويلنس. طيب ايه المميزات اللي بناخدها؟ البلاتينم ممبرشيب مثلا بتديك ان انت بتقدر تحضر كل شهر اونلاين ورك شوب فور فري، يعني في خلال السنه بتحضر حوالي 12 ورك شوب فور فري. في ريكوردد كورسز متسجله على البلاتفورم بيبقى ليك اكسس ليها طول مده السنه. بيطلع لك اي دي كارد كده شبه كارنيه نادي باسمك برقم عضويه تقدر تاخد فيه خصومات. لحد دلوقتي معانا 30 مكان وكل شويه بنزودهم. اماكن دي فيها جيم، فيها سبا، فيها اكاديميز، فيها براندز حاجات ناتشرال، فيها عيادات سكين كير، فيها حاجات للاسنان، وفيها دكاتره، وفيها صيدليات، وكلها اسامي كبيره ومعروفه الحمد لله. فيها ريزورتس كمان عشان لو حد عايز يروح يسافر له يومين برضه في خصم. ففي حاجات كتيره قوي ومميزات كتيره قوي. ده غير في العضويه البلاتينم بقى زياده عليها ان احنا بندي 2 سيشن 1 on 1 فور فري، تقدر تختارهم واحده في نص السنه الاولاني وواحده في نص السنه الثاني، وكمان سيشن Q&A question and answer for free. ده غير ان بيبقى فيه فري تيلي كونسلتيشن، لو عندك اي سؤال بتبعته حد متخصص بيرد عليك في خلال 48 ساعه. كل المميزات دي في البلاتينم. بلاتينم ده اشتراكه عشان لو حد حابب يسال هي كله موجود على الويب سايت، اشتراكه 2500 في السنه، تاخد كل المميزات دي اللي هي الانفستمنت ده مقابله اصلا الوفات يعني. طيب الجولدن ممبرشيب بياخد نفس المميزات من غير ال1 on 1 سيشن ومن غير الQ&A سيشن. طيب السيلفر بيقدر يحضر بس اللي هي الاونلاين ورك شوب والريكوردد كورسز، الكورسات المسجله، ما بيقدرش يستفيد بقى بالخصومات والحاجات الثانيه. البلانز كلها موجوده على الويب سايت. وطبعا عشان خاطر ايمان معانا النهارده، فالناس اللي حضروا معانا ايمان ليها كود سبيشال ليها هبعته لكم برده في الشات، هيديكوا خصم 10% على كل البلانز سواء البلاتينم او جولدن او السيلفر. اوكي، حد عنده اي استفسار سريع عشان اسيب المايك تاني لايمان؟ انا حطيت لك اهو وجيهه عشان تبقي سامعه معانا، يا رب تكوني سمعتي. حد حابب يسال على حاجه؟ انا كده طبعا التسجيل ده يا رب ان شاء الله بس اعرف اكون سجلت كويس وابعته على الجروب، فكل ده ان شاء الله هتسمعوا تاني بمنتهى الاريحيه. طيب خلاص، لو يا اميره قوي انا هحط لكم الويب سايت والكود بتاع ايميل في الشات واسيبكم بقى عشان تكملوا المديتيشن. شكرا يا قمر. ثانك يو يا ايمان. ثانك يو. باي باي. في اي حد عنده اي سؤال تاني قبل ما نبدا التامل؟ تمام، يلا بينا. كل واحد فيكم يقعد قاعده مريحه وتكون رجله وايده بس مفكوكين. لو عاوزين تقعدوا مربعين اقعدوا، لكن المهم تبقى الايد والرجل ايه، يا مربعه يا اما مفتوحه، والايد مفتوحه. ونبدا نرخي كتافنا وناخد نفس عميق شهيق زفير شهيق زفير. نسمح للاسترخاء يسري في كل خلايا جسمنا. احنا بنرخي كتافنا وبنتنفس أعمق وأعمق شهيق زفير، أكن النفس بيخرج من كل خلايا جسمنا وبيفتح الخلايا وبيسمح للأكسجين بالدخول. شهيق زفير. أي إحساس جسماني هتحسوا بيه اتنفسوه واسمحوا إن هو يخرج بمنتهى اليسر، وإحنا بننده جوانا على كل لحظة اتحطينا في موقف فيها منع صوتنا من إنه يعبر عنا.
كل هوية جوانا اتحبست في أي موقف أو لحظة معرفتش تعبر فيها عن نفسها، حست بأي ألم أو حزن أو ضيق، هناخد بكل هذه المشاعر شهيق ونسحبها من جوه جسمنا زفير. أي إحساس بتحسوه بيتحرك جوه الجسم طالما إنه بيتحرك معانا وإحنا بنتنفس تمام. لو وقف في مكان حطوا إيدكوا عليه أكنكوا بتطبطبوا عليه وقولوله أنا سامعك، أنا فاهمك، أو بتعلم أسمعك، بتعلم أفهمك. وإحنا حاسين جسمنا نستشعر بنور جميل، نور ممدود لينا من رب العالمين. الله نور السماوات والأرض. هذا النور محيط بينا 24 ساعة في 24 ساعة، بس إحنا نحسه ونستقبله. استشعروا هذا النور بيبدأ يسري داخل أجسامنا في كل مكان فيه وجع، وبيبدأ ينوره أكنه بيداويه بنور رقيق جميل مليء بالحب والدعم والسند والمدد من رب العالمين. هذا النور بيسري وينهمر من على أجسادنا من الخارج، بيملأ هالتنا بنور مليء بالاحتواء والحب، مليء بالدعم لرحلتنا على الأرض. هذا النور بيبدأ يتوغل جوه خلايا الجسم، محمل بكل معاني الحب واللطف والود، الود لكل جزء فينا، شعر بالأسى بالألم بالتعب، يستشعر لطف الله ووده اللي بنفقده واحنا مشغولين وملخومين. نستشعر اللطف والود ده بيسري في كل عضو من أعضاء جسمنا، من أول راسنا ووشنا وعيوننا ودنا خدودنا شفايفنا زورنا صدرنا ظهرنا قلبنا معدتنا وكل الأعضاء اللي في معدتنا، وبيسري على أقدامنا ودراعاتنا، بيتوغل أكتر وأكتر جوه جهازنا العصبي وهيكلنا العظمي والعضلي. بيملأ كل حتة فينا بالحب والود والجمال والأمان، الأمان اللي يسمح لنا نكون نفسنا بأريحية، من غير شروط ولا قيود ولا أحكام. خدوا نفس عميق وخرجوه بالراحة. خدوا نفس عميق كمان مرة وخرجوه بالراحة. وبهذا الحب واللطف نروح للحل ونحرر منه كل المعيقات اللي تعيق خروج صوتنا بصدق وأمان. استشعروا النور وهو بيداوي منطقة الحلق،
وانتوا بتسحبوا بالنفس شهيق زفير هذه المعوقات. أي جزء في جسمك بينبض، اسمح للنبض يحيي الخلايا مرة أخرى. أي جزء فيه ألم أو تعب، اشكر الألم والتعب وانوي بس تستقبل رسالته. الألم بوابة الرسائل والإدراكات اللي محتاجينها عشان نرتقي في حياتنا. من غير أي مجهود، بس ننوي إن احنا نستقبل الرسائل دي من غير أي ترجمة، وتتجلى في حياتنا وقتما تتجلى. هناخد نفس عميق شهيق زفير، ونحط ايدنا على قلبنا ونبدأ نتنفس من جوه القلب ونستشعر النبض بتاعه. نحط ايدنا ونحس بطاقة الامتنان. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بتسري من قلبنا لصدرنا واحنا بنحس بالذبذبة بتاعتها، وبنحس بذبذبتها في حلقنا وخارجة من بقنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، على نعمة المعلومة اللي سمعناها النهاردة، على نعمة رحلة كل واحد فينا اللي وصله ليوم زي النهاردة. نمتن لكل نفس ربنا سمح لنا بيه، وصلنا إن إحنا نبدأ نتعرف على حالنا بطريق مختلف وبصورة مختلفة. امتنان على كل نعمة من نعم الله علينا. استشعروا طاقة الامتنان بتملأ كل الجسد وبكل الحب. اشكروا نفسكم، اشكروا الوقت. انتم ممتنين لرب العالمين لهذا الوقت الجميل اللي مضيناه مع بعض. لما تكونوا جاهزين افتحوا عينيكم بمنتهى الأريحية وخدوا وقتكم تماما ومحدش يستعجل. لما تفتحوا عينيكم بس عرفوني انكم خلصتوا. أي حد عنده أي تعليق، أنا في انتظار تعليقاتكم ومشاركتكم.
أو لو لسه في أي سؤال عند أي حد. نبدأ ناخد نفس عميق ونخرجه بالراحة ونفتح عينينا. إذا في أي حد حابب يشاركنا يتفضل يشاركنا أي إحساس حسه، أي حاجة استشعرها. أنا طبعا بشكركم، ويعني وإن شاء الله بإذن الله كده نتقابل في محاضرات تاني قريب، وبإذن الله لو حابين نكمل في أي توبيك شاركونا على الجروب اللي إحنا عملناه، وقولي ممكن نعمل محاضرات تاني مفيش مشكلة. واللي حابب طبعا يحضر معايا اكسبريس تو امبرس كورك شوب أهلا بيه، وإن شاء الله بإذن الله الكل يكون بالنفع والخير لينا جميعا يا رب. بشكركم.